تعالى يا صديقي كده لما نيجي نتكلم على قصة رمضان صبحي وأخبار النادي الأهلي ومنتخب مصر والعملاق المغربي. طبعا ألف مبروك لإخواتنا المغاربة بكأس العالم. دي حاجة طبعا تاريخية نتكلم عليها كتير جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في ملعب السينيور. قبل ما نبدأ حلقتنا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، نعمل اشتراك للقناة ويلا بينا بقى لايكاتكم الحلوة عشان نفعل القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي شفنا منتخب المغرب العالمي، خلاص كده احنا دلوقتي بنتكلم على منتخب المغرب العالمي بجميع فئاته. منتخب المغرب الله اكبر عليهم، من اول المنتخب الكبير اللي عمل شغل عالمي في 2022 لما وصل السيمي فاينال مع مين؟ مع العملاق الفرنسي، وطلعوا طلعه ايه مشرفه جدا. وشفنا طبعا المنتخب المحليين اللي بيكسب افريقيا، شفنا جميع الفئات لحد الشباب تحت ال20 سنة يتألقوا ومش يوصلوا سيمي فاينال ولا الفاينال، دول بياخدوا كاس العالم من منتخب الارجنتين. تاريخي تاريخي يا مغرب، اقسم بالله. تشوف الروح، تشوف الجدية، اللي يقول لك بقى شوف هم معاهم مين، شوف هم المحترفين بتاعتهم، شوف الدول الأجنبية، شوف أوروبا. لا لا لا، اركن بقى الكلام ده على جنب والنبي وتعالى لي بقى. دلوقتي انت بتتكلم على منتخب المغرب بينشأ. بصوا المغرب بتعمل ايه. المغرب دلوقتي بتعمل زي اسلوب مدرسة، فكوكو بقى من اللخبطة اللي عندنا والهيصة والجمال اللي بيحصل في مصر وفي أغلبية الدول عامة. المغرب بقى بقت بتبص للمواهب اللي بجد، بتنشأ المواهب اللي بجد. تشوف المغاربة دلوقتي أغلبيتهم محترفين. ليه؟ في سياسة. الولد يبقى صغير يطلع ياخد الفكر من في أوروبا، يعمل فترة معايشة، بيعمل كل الكلام ده بيصب في صالح المنتخب. تشوف المنتخب الكبير ما يفصلش حاجة خالص عن المنتخب الصغير. المنتخب الصغير تشوفوا ايه يا جماعة، دول المغرب دول ولا مين؟ ولا البرتغال دول ولا ألمانيا ولا مين دول؟ تشوفهم في المجموعات ما تصدقش، يكسبوا اسبانيا، يكسبوا البرازيل، بيكسبوا عمالقة يا جماعة، بيكسبوا عمالقة. لعبوا دور الثمانية مع مين؟ مع امريكا اقوى هجوم في البطولة كله. احنا قلنا امريكا الموضوع هيبقى صعب جدا. اتأزموا، كانوا متعادلين 1-1 ومش عارف ايه، وقدروا يتفوقوا 3-1 على امريكا. طبعا جينا لفرنسا، قلنا بصوا القرعة تاني، يعني المنتخب الكبير طلع على ايد فرنسا، المنتخب الصغير ياخد حقهم ويكسبوا فرنسا. طبعا الماتش النهائي مع الارجنتين كله كان متصعب الموضوع، قال لك الارجنتين برضه جامده وبتاع ومطلعه كولومبيا والكلام ده. قدروا على منتخب الارجنتين 2-0 باداء روعه الروعه، ومضيعين جوان كتيره جدا. ايه الولد الزاوي اللي عندهم ده؟ ايه ده؟ ايه الجمال بتاعك ده؟ بصراحه منتخب يعني مشرف جدا. ده مش مشرف برضه بس، ولا مشرف افريقيا، ده العرب عامة رفع راسنا لفوق. فتحياتي ليكم لأهل المغرب، وفعلا انتوا تستحقوها، ويا ريت يعني ناخدوكوا قدوة لينا كلنا، لجميع المنتخبات العربية. يبصوا للمغرب ويروحوا، مش عيب يشوفوا الدراسات بتاعتهم هم عملوا ازاي كده، التطور الفظيع اللي عندهم ده ازاي وصلوا له، عشان نقدر احنا كمان نوصل له. لان كله هيبقى ايه في مصلحة البلد بتاعتنا، ونعلي الكورة شوية، رتم الكورة عندنا بقى كله يعلى. ده قصة المغرب. نيجي بقى لقصة صاحبنا. تعالى لي بقى كده، خد نفس عميق. لمين؟ لمارادونا. بس الكلام ده كان زمان. مارادونا الكرة المصرية، وهو رمضان صبحي. رمضان صبحي احنا اتكلمنا عليه كتير جدا. رمضان صبحي قعدنا نهاتي فيه طبعا. رمضان صبحي اجمد ناشئ، ورمضان صبحي راح الدوري الانجليزي، ورمضان صبحي مش عارف ايه. وكان طبعا رمضان صبحي ايام ما رجع تاني النادي الاهلي وبتاعه واساسي في المنتخب. رمضان صبحي كان جبهة تقيلة جدا ورخم جدا.
ايه اللي حصل لرمضان صبحي لما طمع وساب الاهلي عشان خاطر الفلوس وقال لك احنا في احتراف؟ يا باشا على عيني وعلى راسي الاحتراف، بس الاحتراف ده تروحوا فين بقى؟ الاحتراف ده لما تروح نادي كبير. يعني شوف زيزو، الزمالك زعلانه ومش عارف ايه وبتاع واحنا خدناه الزمالك، بس زيزو حسبها صح. زيزو حسبها صح، بص لفوق شويه، نادي كبير بيشارك في الحفلات الدوليه، بيعمل كل الكلام ده، عايز يعمل لنفسه تاريخ بقى. لكن انت يا رمضان صبحي تروح لنادي الطموح اللي زيرو بطولات ولسه ما خدش اي حاجه وبتاع عشان خاطر الفلوس. طب روح الخليج، روح اي حته تانية، كان باب الاهلي هيفضل مفتوح. لكن انت تبيع الاهلي بجمهوره اللي احنا كنا ابن النادي والاغنيه نزلت واحنا بنرقص معاه وهو ده ابن النادي، في الاخر ابن النادي سابنا عشان خاطر بيراميدز. ورحت بيراميدز، عملت ايه بقى في بيراميدز؟ الكذب بتاعك نزل. وخلي بالك اللي وقع رمضان صبحي كلكم عارفينه هو مين وابن مين، عارفينه. لما الاهلي زحلقه وقعد في بيراميدز فحب ياخده، وده اللي وقعه، عشان تبقوا عارفين، كلكم عارفين هو مين. فدلوقتي رمضان صبحي يوريتيتش المدير الفني بتاع بيراميدز قال لك ايه؟ انا بستغنى عن رمضان صبحي، مش عايزه ومش عايز خدماته اللي كانت ايه؟ اغلى صفقة في تاريخ الدوري المصري. دلوقتي رمضان صبحي بقى فري، تخيل. يرجع النادي الاهلي؟ لا طبعا. يعني كابتن محمود الخطيب كان منزل له كده تويتر بيقول له ايه؟ انا مش زعلان منك، انا زعلان عليك. جملة مفهومها كبير. فطبعا احنا كجمهور النادي الاهلي طبعا زعلانين منه. عايزينه يرجع؟ لا مش عايزينه يرجع. شوف الحضري زمان كان بيعمل ايه وعمل ايه وكسر الدنيا مع الاهلي، وفي الاخر ايه؟ حسام حسن عمل ايه؟ حتى ما جبناهوش يدرب الفريق بتاعنا. فطبعا في حاجات كده وفي اسس وفي مبادئ وفي عندنا سلسله متواصله هو مش هيقدر عليها. خلاص هو يرجع النادي، انا بقول لك استحاله رمضان صبحي يرجع النادي الاهلي تاني، استحاله. فطبعا ليه فرصه جامده جدا. لمين بقى؟ ايوه هو غريمي، هو نادي الزمالك. فرصه نادي الزمالك حلوه جدا ان تخطف رمضان صبحي وتحييه من اول وجديد، لان رمضان صبحي من الشخصيه الجماهيريه، بيحب الجماهير، بيحب الحماس، بيحب كل ده. رمضان صبحي الزمالك لو قدرت تخطفه هتلمعه من اول وجديد، هتنفض كده التراب اللي عليه كده اللي قعد بقاله كتير على الدكه وهتلمعه مع الجمهور. طبعا هيقعد يطبل له ياما، وانتوا عارفين جمهور بقى الزمالك ما وثقهمش بقى، هيطبلوا ياما ومش عارف ايه وبتاع. وخطفنا يعني، بص لو خدوه احنا خطفنا النجم بتاع الاهلي وابن الاهلي، مع انه هو في بيراميدز بقاله كام سنه. بس رمضان صبحي لو الزمالك قدرت تمضيه وتخطفه، انا بقول لك رمضان صبحي هيتغير والزمالك محتاجه. الجبهه دي فاضيه عند الزمالك، فاضيه. يعني اخوان بيتزيرة اللي بيلعب مع الزمالك ده بيلعب في الجبهه اليمين، رمضان صبحي بيلعب فين؟ في الجبهه الشمال. رمضان صبحي لو قدر الزمالك تلمعه من اول وجديد هيعمل جبهه نار. واتفرج على رمضان صبحي هيعمل ايه مع الزمالك، هيعمل جو يا جماعه قسما بالله مع الحبه اللي قدام. هيطلع الزمالك جامد جدا، هيقدم الزمالك وهيطور من لعب الزمالك جامد قوي قوي قوي. ده قصه رمضان صبحي. نيجي بقى لجماهير الزمالك بعد ما كسبت دي كداها ولا مش عارف اسمها ايه الفريق اصلا ده اللي هو اصلا ممسوح من دماغه الكوره، كسبوا 6-0. الزمالك اوبا بقى، اوف بقى، ايه ده ايه ده ايه ده ومش عارف ايه والجماهير وبتاع، وقتلنا تاني، قتلنا الاهلي. ما انت قلت قتلنا الحمراء ومش عارف ايه وبتاع قبل ماتش القمه، وجيت في ماتش القمه الزمالك فلس بقى بيشحت. جايين بعد ما كسبتوا دي كده دي 6-0 قتلنا الاهلي. دلوقتي الاهلي هيتفرج علينا، الاهلي زمانه مرعوب، الاهلي هينسحب من كاس السوبر، الاهلي مش عارف ايه. هو في ايه؟ انتوا كنتوا بتلعبوا مين؟ وبتلعبوا ايه؟ وفي بطوله ايه؟ في بطوله ايه؟ لو الاهلي وبتتريقوا على الاهلي الكسبان 1-0 خارج الديار بقى وبره ومش عارف ايه، بيقول لك دي فرقه تعبانه. يا عم طب فرقه تعبانه بس اجمد منك ليه؟ بتلعب في افريقيا. الفرقه اللي احنا بنلعبوها اللي انتوا بتقولوا عليها دي
تعبانه دي وحشه في حقك. ليه بقى؟ بتلعب في افريقيا مش في الكونفدراليه، معلش انت بتتكلم في ايه؟ فما تكمليش وما تخليش الحماسه والعشم ياخدك قوي، ياخدك قوي، لان انت خلاص انت جاي لي كمان يوم، كمان يومين، خلاص الشهر الجاي يوم 6 نوفمبر اهو هتلاعب بيراميدز، انت بتقول انا بديله على وشه ومش عارف ايه، شوف هتعمل معاه ايه. وهتيجي بقى للعملاق بقى ده، انت لو عرفت تعدي بيراميدز هتجيلنا في كاس السوبر. انا نفسي، انا يعني انا في ماتش بيراميدز والزمالك انا بشجع الزمالك، انا نفسي اقابل الزمالك تاني خصوصا في نهائي السوبر. يا سلام، متعه بقى وانسجام بقى، ويلا بينا بقى يا غريمي نعيش بقى مع بعضينا شويه. لو لسه مكمل الفيديو لحد دلوقتي معايا ما تنساش تعمل اللايك، اوعى تنسى تعمل اللايك. طبعا جينا احنا ايه لخلاص قصه رمضان صبحي مع الزمالك بجماهير الزمالك. المدرب يا جماعه بتاعنا جاسروب، مش ياسروب، خلي بالكم جاسروب، المدير الفني الدنماركي. انا عاجبني دماغه قوي، ده لسه ما عملش حاجه وبيشوف اللعيبه ولسه بيعمل ايه وايه. يا عم انا معاك في كل ده، انا معاك في كل ده، بس المدرب اللي لما الاقيه واقف على الخط كده وعينه حلوه مع اللعيبه وعمال يبص هنا يبص هنا ويسلم على اللعيبه وهي طالعه ومش عارف ايه، ويركز في اللعب وبيبص لكل واحد بيلعب ازاي وشغال. انا حاسس فيه كده مدير فني كده، وهو شكله الصراحه يا جماعه البروفايل بتاعه مدير فني، انا شايفه حاجه الصراحه، وانا مستبشر بيه خير جدا قوي 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 الصراحه. ان شاء الله هيعمل اداء معانا كويس. واحنا شفنا الفكر الهجومي بتاعه وشفنا بعض الفكر اللي بيلعب بيه، يعني بعض الفكر اللي بيلعب بيه، بيحب يلعب على الاجنحه قوي، بيحب الاختراقات، بيحب يخلي باك اليمين دوت يديله الحريه مع الجناح بتاعه ويسقط هو، نفس اللي كان بيعمله اللي احنا اتكلمنا عليه. شفنا عمل منه حاجه، يعني احنا شفنا التحليل بتاعه لما جينا اتكلمنا عنه والطريقه اللعب الهجومي بتاعه والكلام ده، خلي بالك طبق منها حاجات في الملعب. شفنا محمد هاني وهو بيخش نص الملعب، شفنا ده زيزو كان هو اللي بينزل بداله مش عارف ايه بتاع. بس طبعا محمد شريف يعني كويس اللي هو اتصاب، يعني الف سلامه عليك، الحاجات دي مش ينفع نشمت فيها. بس محمد شريف لا، انت بعيد خالص يا محمد شريف، بعيد خالص كده. ما عندناش غير جراديشار هو المهاجم، وكنت انا اتمنى نخلي بن شرقي حاليا هو المهاجم. بن شرقي هيفيدنا جدا في الحته دي، هيفيدنا، مع ان بن شرقي بتاع مزاج قوي، بتاع مزاج قوي 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 قوي. يعني نفسي بن شرقي يرجع لحماسته ويلعب بقى بدل الشوكه والسكينه. احنا كنا عبد القادر مش قادرين منه، كل كلامنا على احمد عبد القادر الشوكه والسكينه. يا عم خليك ايجابي يا عم، انت والمصحف لعيب بس مش عارف ايه يا احمد عبد القادر في ايه، مش كده. فاحمد عبد القادر لسه يعني لو ما مشاش ولا خلع طلعوه اعاره ولا حاجه في يناير، يعني نشوف بقى بن شرقي بتاع. طبعا تريزيجيه هيحاول يخليه، يعني شفنا تريزيجيه لعب نص ملعب، هو حد مكلمه وقايل له ده بيلعب ايه ولعب في المنتخب ايه والكلام ده كله. فهنشوف المدير الفني، اتمنى طبعا نشوف اداء كويس. ماتشنا مع الاتحاد السكندري طبعا يوم الاربعاء الجاي، وصارفين مكافاه 50,000 جنيه لو كسبوا النادي الاهلي. وطبعا رجعنا للشغل ده تاني عشان يوقعوا الاهلي عشان خاطر الدوري، بس الاهلي قدها وانا بحب الجو دوت عشان اللعب يبقى مفتوح ويبقى فيه نديه. لما يبقى فيه اللي قدامك نفسه يكسب يلعب بقى قدامك ماتش كوره كويس، ما يقعدش يركن الاتوبيس بتاعه في الدفاع. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، اتمنى من الله عز وجل تكون الحلقه عجبتكم، هتوحشوني وسلام.